الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية العظيمة ذكرت في سورة الرحمن كم مرة؟ 31 مرة. إذن هذه فائدة، ذكرت 31 مرة. ماذا؟ هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى آلاء؟ فبأي آلاء أي نعم، وربكما تكذبان هنا خطاب تكذبان جن وإنس ثقلين. فهنا قال الله عز وجل فبأي نعمة من نعم الله تعالى تنكرون، أبتلك النعمة المذكورة هنا أم بغيرها؟ لذلك ماذا كانت تقول الجن لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرأها عليهم لقد كان الجن أفضل منكم ردا، فقد كانوا يقولون ولا بأي نعمة من آلائك ربنا نكذب، أي ولا بنعمة من نعمك ربنا نكذب. فهنا المقصود تكرار هذا التذكير بنعم الله تعالى متنوعة والتأكيد على شكرها. بعضهم قالوا أن بأي آلاء ربكما تكذبان تكرار فيها تأكيد، وبعضهم قالوا لا، أن كل واحدة في موضعها تذكير بهذه النعمة بحدها وبذاتها منفردة، فلها معنى خاص عن المعنى الآخر لكل آية.